السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سكانير الكرة. ثاني لاعب غيدوز معنا في فقرة سكانير المواهب هو النجم المغربي الصاعد سفيان كيين. سفيان كيين تزاد سنة 1997 في بلجيكا، وبالضبط في مدينة فيرفيي القريبة من الحدود الألمانية والهولندية. الأب ديالو مغربي ووالدته إيطالية. الموهبة المغربية بدات مسيرتها الكروية مع أكاديمية جون مارك غويو، وهي نفس الأكاديمية اللي كان داز منها النجم الإيفواري يايا توري. المرور ديال كيين من أكاديمية جون مارك غويو عاونو بزاف باش يكسب الانضباط ويكون واجد لعالم الاحتراف. كان مفروض عليه يفيق كل نهار مع 6 الصباح يتريني، يمشي يقرا، من بعد يرجع يتريني قبل ما يرجع لمركز التكوين اللي كيعطيوه فرصة الاتصال بوالديه في الليل لمدة ربع ساعة. سفيان انتقل بعد ذلك لستاندارد لييج، الفريق اللي بقى معاه تقريبا حتى ل 2015 قبل ما يوقع في صفوف كييفو فيرونا لمدة 5 سنوات. بالحديث عن مسيرة اللعب مع كييفو، سفيان تمكن خلال موسمه الأول مع الشبان من يلعب 22 ماتش، سجل خلالها 7 أهداف. في السنة الثانية كيين عوض ما يختار الإعارة فضل البقاء في الفريق الثاني وانتظار الفرصة في الفريق الأول. خلال ذاك الموسم كان متألق مع الفريق الثاني بحيث ماركا 6 البيوتا في 12 ماتش فقط قبل ما يبدا الفريق الأول في المناداة عليه انطلاقا من شهر يناير 2017، وخاض معاه بعض الماتشات كاحتياطي. إدارة نادي كييفو قررت في الموسم الموالي أنها تعير سفيان باش يكسب دقائق أكثر. فريق ساليرنيتانا اللي كاين في السيري بي احتضن النجم المغربي الصاعد وأعطاه فرصة يلعب 23 مباراة منها 17 كأساسي، وتمكن خلالها من تسجيل هدفين بالرغم من أن مدرب الفريق كان كيلزمو أكثر بالأدوار الدفاعية. هذا التألق دفع بزاف الفرق تهتم بكيين كنابولي ولاتسيو اللي مولفة تجيب لعابة كتار من فريق ساليرنيتانا، لكن كييفو تشبتات بنجمها الصاعد ورجعته للفريق الأول كما وعدته بمنحه فرصة اللعب، وهذا الشيء اللي واقع لحدود الساعة في الموسم الجاري، بحيث خاض سفيان 11 مباراة لحدود الآن منها 4 كان فيهم كأساسي. سفيان اختار يمثل المغرب وكان من بين العناصر اللي هدات للمغرب لقب الألعاب الفرنكوفونية بعد ما تغلبوا في النهائي على مستضيف الدورة الكوت ديفوار. هذه المباراة شهدت تألق كبير لنجم كييفو بحيث وقع على هدف جد رائع جعل كل شيء تيق في أنه عما قريب غنشوفوه في المنتخب الأول. نقطة اقترابه من المنتخب الأول زادت تأكدات من اختاروا رونار في اللائحة الموسعة ديال مونديال روسيا اللي كان فيها 35 لاعب، بحيث بينات أن المدرب الفرنسي حاط عينه عليه. على غير موهبة شادي أخدا اللي كنا درنا عليها أول سكانير، سفيان كيين كيتميز هو الآخر بقدرته على اللعب في مراكز متعددة. ممكن يلعب كوسط دفاعي، كجناح، كظهير، صانع ألعاب أو مهاجم وهمي، لكن اللي كيظهر من خلال متابعة اللاعب هو أنه كيلقى راحته أكثر في المراكز ذات النزعة الهجومية بالنظر للتقنيات الكبيرة اللي كيتوفر عليها. الأكيد أن موهبة سفيان غتعطي الكثير إن شاء الله للمنتخب الوطني، يمكن اعتباره لاعب جوكر بالنظر لمميزاته الكثيرة دفاعيا وهجوميا، وهذا الشيء اللي كيخلي أي مدرب يتمنى يكون عنده. إذا كانت هذه أول مرة كتشوفوا القناة ديالنا فما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وممكن أيضا تفاعلوا مع المنشورات اليومية ديالنا اللي كنحطوها على صفحتنا في الفيسبوك، وما تنساوش كما ديما بارطاجيو مع أصحابكم.